يا أخي أنا مانيش عارف هذه الحالة المرضية اللي الجزائريين ما عندناش. أنا ما عنديش الحالة المرضية ضد المغاربة. باتت تهمة التجسس وسط عار ثابتة تلاحق نظام المخزن. يجب أن تكون إنسان ما تحشمش حتى تنتج تقرير بهذا الشكل. يا أخي هذا التقرير ينطبق عليك. أنت تهاجم المعارضين في الداخل وفي الخارج. أنت متهم بمحاولة اختطاف شخص في باريس. البروكيرور ناسيونال اليوم دار تصريح خطير في فرنسا. انا هذا هو الرد نتاعي. هاي ليك. الجزائر متهمه بممارسه ارهاب الدوله في الخارج. ما الذي قاله البروكيرور ناسيونال انتي تيروريست؟ قال يهاجمون المعارضين عندنا. مرحله العبوديه للصباط العسكري. والله العن من اعلام السيسي. العن من اعلام السيسي الذي وصل الى مرحله العبودية مثل ما كان إعلام بشار الأسد. أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة الليلة من برنامج المحور. الجمعة 3 من أفريل 2026 يأتيكم البرنامج على المباشر من قناة شمال إفريقيا بلندن 9 بتوقيت الجزائر ولندن، وطبعا الجمعة بدون تعريف وبدون مقدمات مع الزميل سليم صالح. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك، دائما سعداء وسعيد بالتواجد في هذه الحلقة، وتحية دائما للجمهور الكريم ونشكرهم على التفاعل وعلى التعليقات الجميلة. طبعا تعليقات جميلة، وأنا يعني أثرت اليوم أني يعني لما يبدأ البرنامج نفتح التعليقات ونقول لك أول تعليقين وقعت عيني اليوم. ففي التعليق الأول من الأخ خليفة يقول لك السلام عليكم الأخ بشوش، رجاء لا تقاطع كثيرا الأخ سليم صالحي لأنه يقول كلام جد صحيح وديمقراطي. سي خليفة واش نديروا درك؟ نديروا له ما نشوف. تحياتي ليك سي خليفة. وفي تعليق آخر يقول شكرا للأستاذ سليم على مخ الكلام الجامع المعاش والحيوية والحجة في التعليق، وترك المتابع يشكل الصورة الصحيحة بنفسه. جميلة هذه الجملة. بالفعل لا وصاية على المشاهد، يعني لا وصاية على رأي. هناك قضية تطرح فأنت تناقشها، تحاول تناقشها من كل جوانبها، تحاول أن تعطي الأدلة على الموقف الذي تريد أن تصرح به، وتترك المشاهد هو الذي يحكم يعني في النهاية. طبعا هو أهم شيء احنا الأسئلة، حتى المناوشات بيناتنا. طبعا شوف طرح هو هذا الشيء منعدم في الجزائر. صحيح. لأن هناك غلق إعلامي، فهناك لوتو سونسور، ولوتو سونسور ما تخليكش تطرح الأسئلة الحقيقية، وطرح السؤال الحقيقي هو مرات أفضل من الإجابة. يعني طبعا السؤال الممنوع هذا هو الصح، يبقى الإجابة. تعرف احنا لما كنا ندرس في العلوم السياسية، فالأساتذة وخاصة الجهابذة في التحليل السياسي يقول لك أنا ما تهمنيش الإجابة، يهمني السؤال. لأنك لما تطرح السؤال فأنت يعني خليتنا نفكره. فسليم يقول جواب، المشاهد ممكن عنده رأي آخر. صحيح. لكن لما تكون سردية واحدة، هذه الكارثة اللي رانا فيها. وهذا أصبح يعني تطورت الحالة في الجزائر، ما فيش سردية واحدة سي سليم في السردية الأوحد والله الأوحد. طبعا أنا وياك البارح كنا تناولنا في جزء من البرنامج ما قاله سعيد شنقريحة قائد الأركان، وأنا كنت أتوقع سليم الصراحة بأننا ربما يعني أعطينا أكثر من مجاله وضخمنا الكلام وحبينا نتربص بهم الدوائر، لكن افتجأت على قول بالغبريط الله يذكره على خير أنه فيه اهتمام إعلامي رهيب بما قاله السيد شنقريحة أمس. بالموازاة مع ذلك يساهم الجيش الوطني الشعبي في بناء وعي مجتمعي محصن ضد الأخبار الزائفة والمغالطات الفكرية، وقادر على الصمود في وجه الحروب النفسية المعادية، ويعمل بالتنسيق الوثيق مع المنظومة الإعلامية الوطنية على تفكيك الدعاية المعادية وكشف آليات تلاعبها بالعقول، ومن ثم صياغة سردية وطنية جامعة وخادمة لمصالح الحيوية للدولة. ماذا يقول؟ كلامه مهم جدا، لكن نبقى في نفس المبدأ أنه هذا الكلام من المفروض لا أناقشه ولا أقبل أنه رئيس أركان الجيش يخاطبني أنا كمدني
بهذا الكلام. هذا الكلام يقوله الرئيس، يقوله رئيس الحكومة، وجوه السلطة، ويفتح بشأنه نقاش مدني. لا سليم صح. لكن ما دام فرض علينا نقاش نجاوبه. لا قبل قضية نعم. الفرض، هذا الكلام لو كان يتكلم بشكل عام. نعم. لكن هو الآن يقول لك نحن كمؤسسة الجيش نعم. رانا منخرطين في بناء وعي مجتمعي. نعم. وفي منظومة إعلامية لإنجاز سردية جديدة. هذه هي الكارثة. السردية الوطنية والخطاب الوطني في وقت الأزمة هل يبنيها الجيش؟ لا يبنيها الجيش، ولم يحدث في العالم إلا في الدول العسكرية. يعني هي التي وقع فيها أن الجيش، يعني عند بينوشي هو اللي كان يدير في السردية في تشيلي يعني. ولما كنت نقرأ كنت حكيت لك على تاريخ فرانكو في إسبانيا، السردية الإسبانية في ذاك الوقت كان يبنيها إعلام فرانكو يعني. هذا وقعت في هذه وكما حصل في البرتغال وفي يعني الدول العسكرية يعني. أما دولة ديمقراطية، دولة اللي عندها العقد الاجتماعي، السردية الوطنية تبنيها النخبة يا أخي. لكن النخبة هو شو يقول؟ هو يقول لك شوف كاين حروب نفسية، هاني جايك مغالطات فكرية. نعم. وهناك دعاية معادية وتلاعب بالعقول. نعم. هذو قاع تهديدات وحروب. نعم. نحن كمؤسسة عسكرية نبني ولا نشتغل مع المنظومة الإعلامية لبناء سردية وطنية جديدة. أين المشكل في هذا؟ شوف، المشكل أولا أنه المنظومة الإعلامية الوطنية، نبدأ من الآخر أنا. المنظومة الإعلامية الوطنية الآن اللي ترعاها منظومة الحكم، اللي على رأسها قيادة الجيش، هم أرباب، شفت لي ديو، هم أرباب التزييف والحرب النفسية والمغالطات. يعني لما تحكم التلفزيون الجزائري والصحف الرسمية الجزائرية والقنوات الخاصة والجرائد الخاصة، تجمعهم ما تعطيش تعطيهم أي مرتبة إلا أنهم أرباب التزييف وأرباب الكذب ومغالطة الرأي العام وتزييف الحقائق وشن الحرب النفسية على المواطن الجزائري. هل يتلاعبون بالعقول؟ ويتلاعبون بعقول الجزائريين طبعا. من أجل الدفاع عن البلد. ما تقدرش تدافع عن البلد بالسرديات الكاذبة والمغالطة. نعطيك حاجة بسيطة جدا يعني. ما يقدرش يكون عندك نقابات أو إضراب تاع شاحنات، إضراب لجزائريين متضررين من قانون، أسبوع كامل إضراب كاين وأنت تنفي وجود الإضراب. قال لك حرب مواقع التواصل من الخارج. لا 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 لا، أنا نحكي لك على أنت كإعلام. شوف الحرب اللي تشن فيها على المواطن وعلى نفسية الجزائريين، وذكرت نفسية أصحاب الشاحنات في هذه الحادثة بالذات. كانوا مساكن ضايقوا غلق الإعلامي حتى ولاو لجأوا إلى يصوروا في رواحهم على، وبعضهم راح للسجن ما تنساش يعني. فأنت تعتم على هذه الحادثة، وهذه حادثة واحدة فقط، وبعدها تعطي سردية أخرى وتقول بالكين مفاوضات وكذا. نعطي لك مثال اللي كان صارخ في الحراك الشعبي، كيف اللي 3-4 مليون شخص في الشارع ولا يراهم الإعلام الجزائري هذا تاع الجزائر الجديدة. أي حرب نفسية على المواطن وأي مغالطة أكثر من ذلك. نحن عندنا منظومة إعلامية مغلقة تخدم مصالح منظومة الحكم. هاي ليك المشكلة. وجهة النظر الأخرى حتى نعطي لها مجال، مما قيل أيضا في هذا النقاش أنه الدكتور العروسي يقول بأن هذا الظهور الإعلامي لشنقريحة والحديث عن السردية له منافع وطنية. نتابع. تظهر لنا من خطاب السيد فريق أول، وهي 3 دلالات مهمة. الدلالة الأولى وتتعلق بأن هناك نهاية ضمان المكانة الدولية التقليدية، بمعنى أن هذه الشرعية الدولية أو نهاية الشرعية الدولية المستمدة من التاريخ وأيضا مستمدة من الآن لما نشهد ما يتعلق بانفتاح المؤسسة العسكرية على الإطارات وعلى الجانب الإعلامي من خلال برامج تلفزيونية، لدينا برامج إذاعية، لدينا أيضا من خلال حتى هذه اللقاءات التي يقوم بها السيد الفريق مع الإطارات الجيش، ولما تنقل على المباشر من خلال مختلف النواحي العسكرية، وأيضا هي في طبيعة الحال هي رسائل قوية للمجتمع يعني ككل، مما يؤكد أن الجيش، أعتقد حتى المجلات الموجودة الآن لعل مجلات الجيش تطلع في كل شهر خير دليل أنها تواكب التطورات وما يحدث على مستوى
المستوى الاقليمي والدولي وتبعث رسائل قويه مهم جدا. هذا من جهه. من جهه ثانيه ايضا انفتاح اليوم حتى المؤسسه العسكريه تنفتح على المجتمع من خلال المعارض التي من خلال تقدم ما تقوم به المؤسسه من نشاطات من اعمال من تكوينات، لانه في المقابل حتى المدارس التي الان هي تعتبر روافد هامه لافراد المجتمع الجزائري تجد نفسها انها تساهم في تكوين النخب والاطارات يعني تؤسس لمثل هذه المواقع. لو انه هذه المدرسه اليوم كما قال قبل قليل الاستاذ اسامه هي خزان قوي لمواقع مناصب قياديه في مؤسسه الجيش، لكن في المقابل هي ايضا عفوا هي تحمي وتبعث رسائل قويه ودعمات قويه لمختلف مواقع مؤسسه الدوله. في المقابل ايضا مهم جدا ان مؤسسه الجيش ما تعلق لا ذهب بعيدا، ونحن الجمهوريه لما تم اقرار يوم 22 فبراير يوم تلاحم ما بين الجيش الشعبي الوطني والجيش وشعبه من خلال حتى شعار الشعب والجيش خوا خوا، هذا يعكس ان اللحمه متواصله. كلام منطقي سي سيدي. الاستاذ العروسي جابها لكم من الاخر. والله العظيم المدرسة هذه ليست مدرسة عسكرية، برك تكون خبراء تكون كذا وقد يكونوا حتى قادة في المستقبل وما إلى ذلك. كل شيء غير في الجيش هو كل شيء. أنا نسمع هذا الخطاب، هذا مسكين، هذا الشخص مسكين والله العظيم. أنا مش نقول لك مسكين، لكن هذا الطرح موجود في الجزائر. إيه مساكن، أنا نقول لك مساكن يهضروا بالكلام مساكن، يعني مساكن لأنه وقعوا فعلا ضحايا واستسلموا للأمر الواقع، يعني لأنه هذا تطبيع مع وضع غير طبيعي. أن يقول لك باللي هذا هو الجيش المؤسسة العسكرية وتبعث فيه رسائل أنا نقول هذا الرجل المسكين، هذا الشخص المسكين. أنه بريطانيا أستاذ علوم سياسية. لا ما تقوليش بالأستاذ علوم سياسية. الدكتور العروسي. نعم هذا دكتور. نعم. ما أنا نقول له أنت مسكين. أعتقد بروفيسور. يا مسكين مضاعف، يعني مسكين مضاعف ومكعب. لا هو مقتنع بأنه الكفاءات نلقاها في المدرسة يا هذه الكارثة يا أخي. اسمع، نقولوا باللي فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وهي أكبر قوة في العالم هناك رئيس أركان الجيش وهناك ضباط تاع جيش كبار وبكفاءات عالية. نقولوا أن هنا في أوروبا هناك جيوش كبيرة، يعني هناك جيش البريطاني اللي هو من أقوى الجيوش في أوروبا، عندهم شخص هو رئيس أركان الجيش وعندهم ضباط حاكمين كل النواحي العسكرية وأنه في فرنسا وهي من أكبر القوى العسكرية وهي قوة نووية أيضا هناك رئيس أركان جيش وهناك ضباط في الجيش، لكنهم لا يظهرون في الشاشات. تعرف لا؟ لأنه ممنوع عليهم يظهر في الشاشات، لأن هناك الدستور الذي يحدد الصلاحيات نتاع كل مؤسسة في البلد. يا أخي يا وحد الكذا وكذا، يا الجهل، يا الجهل، هذا هو الجهل. بروفيسور جاهل، مش هو هو مقتنع بأنه مؤسسة. يا أخي أنت قاعد تبزق. أنا زيد أتقلق مرة واحدة أخرى. أنت قاعد مقتنع يا وش من قناعة ما عندكش حق في هذه القناعة. ليش؟ لماذا؟ لأنه قاعد تسب في الدستور نتاع البلاد نتاعك. أنت قرآن البلاد، يعني دستور قرآن البلاد قاعد تسب فيه، قاعد تسب في تبون رئيس قاعد تشيت له ليل نهار، قاعد تقول باللي أنت والكل المدنيين اللي راهم معاك أنتم خردة، لأنه احنا إيماننا بعد الله، إيماننا راه في هذه المؤسسة العسكرية. تبون قال لك لو الصناعات كلها تمشي كما الصناعات العسكرية لرانا دولة متقدمة. وهي هذه الكارثة. ولما قالها إذا كانت الكفاءة موجودة داخل المؤسسة العسكرية لماذا يعني لا ينتفع بها البلد؟ والله العظيم أنا راني معاكم أخويا، قلبوها دولة عسكرية، راني معاك، ديرها دولة عسكرية ولبسنا كل جنود ونعملوا كما كان في ليبيا واسمهم اللجان الثورية، كل وانا ننظم اللجان الثورية وتلقاني اللجان الشعبية وتلقاني ضابط في اللجان الشعبية واني قاعد في سطيف ونحبها سطيف انايا وخلاص وعلاد قاعد تدير لي في ديمقراطية تواجهها وانتخابات اقلب جدها حكم عسكري، جيب لنا ضابط اخويا يحكمنا ونقبلوا بالامر الواقع. بصح ما تجيش انت تعطيني سردية الدولة الديمقراطية وقانون انتخابات وبرلمان يصوت وكل الحديث وتبون به هو بشخصه يقول لك باللي هذا كذب وافتراء. هذا قضية انه دولة عسكرية في الجزائر، نحن دولة مدنية والدستور هو اللي يحدد صلاحيات المؤسسة العسكرية الجيش والصلاحيات واضحة، ثم بعد ذلك تنقلبون على كلامكم. لكن يمكن زادوا شويه في ماشي غير زادوا انا ذكروني بالاعلام المصري الصراحه والله ألعن من اعلام السيسي الذي وصل الى مرحله العبوديه مثل ما كان اعلام بشار الاسد. مرحله العبوديه
للصباط العسكري، وجاءت رسوم من فنانين كاريكاتير حول جزمة العسكر وكيف يقبلونها، وانت تعرف ما الذي حدث، تلك الصور اللي شاعت، هذو يقبلون الصباط العسكري لأجل فتات الدنيا. يعني احشموا على ارواحكم، احشم، انت راك في دولة هاوليك يقول لك احنا نحوسوا يفصلونا على الثورة متاعنا وعلى نبل المبادئ تاع ثورة نوفمبر، ما تفصلنيش عليها اخي، بين انه نوفمبر هو القرآن متاعنا. في موضوع مهم تم نشره في أو بثه في نشرة رئيسية، نتابع هذا المقطع لأنه فعلا لا تجد ما تقول عندما تشوفوا وش راح نشوف. باتت تهمة التجسس وصمة عار ثابتة تلاحق نظام المخزن، تتجدد فصولها مع كل فضيحة جديدة تنكشف للرأي العام. هذه المرة يتعلق الأمر باستهداف المعارضين والمنتقدين ورصد كل من يفضح الانتهاكات داخل المغرب وخارجه. وقد كشفت تقارير حديثة نشرت حيثياتها المجلة الهولندية السيفي ويكبلاد مدعومة بشهادات حية عما يتعرض له نشطاء وحقوقيون في أوروبا، خصوصا في هولندا وألمانيا، من ضغوط ممنهجة ومحاولات إسكات بسبب مواقفهم الرافضة للفساد المستشري الذي شل المؤسسات. ولم يكتفي نظام المخزن بذلك، بل عمد إلى تعبئة شبكة واسعة من العملاء والمخبرين السريين تمتد خيوطها إلى خارج الحدود، هدفها الترهيب وبث الخوف في صفوف الجالية المغربية. فضح الجواسيس المغاربة الذين اخترقوا لسنين عديدة المعارضين المغاربة متواجدين في أوروبا، واختراق كذلك بعض الصحفيين المغاربة الأحرار. أنا التعليق اللي عملته في البداية قبل الفيديو أنك ما تلقاش وش تسأل مش على الموضوع كموضوع، ولكن أنه التلفزيون الرسمي الناطق باسم السلطة يدافع عن المعارضين المغربيين اللي موجودين في الخارج. شوف، يجب أن تكون عندك انفصام في الشخصية، أو أن تكون إنسان ما تحشمش يعني فعلا متاع طرق يقولوا عنه احنا بكري، فعلا حتى تنتج تقرير بهذا الشكل. وما نحكيش عن المغرب وش هو يدير المغرب. لا طبعا هذيك شيء الكلام هذاك صحيح مو صحيح مش حنناقشونه الان. لا في مغاربه يتكلموا من الخارج مع اي دبر روسهم. نحوس عليك انت كجزائري يا اخي، هذا التقرير ينطبق عليك. انت تهاجم المعارضين في الداخل وفي الخارج. انت متهم الان، عندك سلطه متهمه، انا ما نقولش باللي دارته، انت متهم بمحاوله اختطاف شخص في باريس. البروكيرور ناسيونال اليوم دار تصريح خطير في فرنسا. انا هذا هو الرد نتاعي. هاي ليك ما جاء في الصحافة الفرنسية اليوم، فرانس انفو راهي في كل وكالات الأنباء الآن. ما الذي يقوله le procureur national antiterroriste Olivier Christian a indiqué que 8 procédures pour terrorisme d'État, إرهاب دولة, terrorisme d'État étaient actuellement ouvertes par le parquet national antiterroriste visant notamment, ما هي الدول؟ visant notamment l'Iran, la Russie et l'Algérie. التصريح اليوم vendredi le 3 افريل سور فرانس انفو. الاخوه في الجزائر على مستوى السلطه والاعلام، البروكيرور ناسيونال انتي تيروريست في فرنسا اليوم عمل تصريح تنقلته وكاله الانباء الفرنسيه وكل قنوات العالم، يقول بانه هناك قضايا فتحت تهمه ارهاب دوله بينها 8 بينها ايران وروسيا والجزائر. الجزائر متهمه بممارسه ارهاب الدوله في الخارج. ما الذي قاله البروكيرور ناسيونال انتي تيروريست اليوم فوندردي لو 3 قالوا له كيف يعني، هل ارهاب دوله داخل الاراضي الفرنسيه يحبوا يقتلوا فرنسيين؟ قال لا، التصريح تاعه راه موجوده، قال يهاجمون المعارضين عندنا. أقف عند هذا الحد ونتحدث عن هذا الموضوع ربما الخميس الجمعة القادم بالتفصيل، لأننا في نهاية الحلقة. هؤلاء ناس لا يستحون، أنتم لا تستحون، لأنهم أنتم تهاجمون المعارضة في الداخل وفي الخارج. مش عارف أنا قضية سميتم قانون نزع جنسية يا أخي، أنا مانيش عارف هذه الحالة المرضية اللي الجزائريين ما عندناش. أنا ما عنديش الحالة المرضية ضد المغاربة، ما عنديش حالة مرضية. هذه حالة مرضية عند بعض متخذي القرار،
لكن كي تعمل لو كونتراست، انت كي تتكلم على حاجه موجوده عند جارك وانت تمارسها ايضا وما عندكش حتى معارض عادل داخل في الجزائر فتح له البلاطو. انا نقول لك هادو ناس اللي قرروا مش نقول لك كل اللي قرروا هذا الشيء. يعني هذه كاينه واحد النخبه صغيره، ما نخبه ديجا، كاين واحد المجموعه كمشه اللي هي اللي راهي تقرر. هذه راهي فسدت سمعه البلاد. هذا مش نقول. سي سالم صالح، طبعا يبقى تصريح المسؤول الفرنسي جدير بها. يردوا عليه اسمع هذا مسؤول فرنسي صرح اليوم 3 افريل صرح بأنه هناك تحقيقات بتهم ارهاب الدولة ضد دول 8 من بينها ايران، روسيا، اعطيني الكاميرا، ايران وروسيا والجزائر. هناك اتهامات بارهاب الدولة ضد الجزائر. ردوا عليهم. سي سالم صالح، شكرا لك. يعني تعبناك في الخميس والجمعة، كل مرة تعبني، كل مرة نتعبك، مش أنا يعني، ما هي السردية الوطنية تتطلب ذلك. شكرا للفريق التقني، شكرا لكم مشاهدينا، وتحياتنا للأخ لطفي ولمشاهديه، واعتذاراتنا التي نتمنى أننا نقص منها ويقبلها إن شاء الله. تصبحون على غد أفضل.